مرحبا بكم يا عيسى بطارة. أتمنى أن تكون بخير وفي حالة جيدة. سنقدم لكم في هذه الحلقة قصة مرعبة ومشوقة، فلا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الإشعارات لتتوصل دائما بكل ما هو جديد. فهيا لنبدأ على بركة الله. حدث هذا عندما كنت صغيرا جدا، في الصف الثاني أو الثالث تقريبا. من الصعب علي تذكر الأشياء بوضوح من ذلك الوقت البعيد، لكن هذه الذكرى تحديدا لا تزال عالقة في ذهني لأسباب ستفهمها قريبا. كان يوم دراسي وكان المطر يهطل بغزارة طوال اليوم. بعد أن أخذني والداي من المدرسة، غادرا المنزل لحضور مناسبة راقية. لا أتذكر إن كانت حفلة خيرية أو عشاء رسمي أو شيء آخر تماما. على أي حال، كان من المفترض أن يعودا إلى المنزل في تلك الليلة، لكن بينما كانا خارج المنزل اشتدت العاصفة بشكل جنوني، وأصبح من غير الآمن القيادة لمسافات طويلة. لذا وبدلا من الرجوع إلى المنزل، قررا على مضض قضاء الليلة في منزل أحد أصدقائهما القريب من مكان الحدث. أتذكر أنهما اتصلا بي على الهاتف الأرضي واعتذرا مرارا عن تركي بمفردي في المنزل، رغم أنني أصررت على أنني بخير ولست حتى جائعا. أعطتني أمي قائمة من الأشياء لأفعلها قبل النوم: قفل جميع الأبواب والنوافذ، إبقاء ضوء واحد على الأقل مضاءً، والتأكد من أن جميع الستائر مغلقة. أشياء عادية. في ذلك الوقت لم أفهم لماذا كانا يبالغان في القلق. لم أكن كبيرا بما يكفي لأدرك مدى خطورة ترك طفل في مثل سني بمفردة في المنزل. في الواقع كنت متحمسا لأن لدي البيت كله لنفسي، يعني هذا حلوى غير محدودة ولا وقت للنوم. لم يكن لدي تلفاز أو أي شاشة في غرفتي، لذا بقيت في الطابق السفلي أشاهد التلفاز على الأريكة. قلت لنفسي إنني سأقوم بكل ما طلبته أمي قبل أن أنام، لأنني كنت أخطط للسهر طوال الليل على أي حال. لكن في وقت لاحق من الليل بدأ مفعول السكر يتلاشى وغفوت عن غير قصد. ليس مفاجئا، لا أتذكر بالضبط متى استيقظت، لكن كان وقتا متأخرا كفاية لأن يكون التلفاز قد دخل وضع السكون، أي بعد 3 ساعات على الأقل. أتذكر بوضوح أنني شعرت بالبرد أكثر عند الاستيقاظ. لم يكن أمرا غير معتاد تماما، فدرجات الحرارة تنخفض ليلا، لكن الفرق كان كبيرا لدرجة أنني لاحظته فورا. حتى في ذلك السن فكرت في العودة للنوم، لكنني تذكرت قائمة أمي، وحتى في تلك السن كنت أعلم أنها ستكتشف إن لم أنفذها، ولم أرد أن أخيب أملها بعد أن وثقت بي. لذلك أجبرت نفسي على النهوض من الأريكة وذهبت لأفحص الأبواب والنوافذ. فعلت كل ما طلبته مني: أغلقت البابين الأمامي والخلفي، أغلقت الستائر، وتفقدت النوافذ وحتى المصابيح. كل شيء كان مغلقا بإحكام، وهذا ما حيرني قليلا، لأن المنزل كان لا يزال أبرد مما ينبغي. وضعت يدي على بعض النوافذ لأتأكد من أنها ليست مفتوحة قليلا، لكنها كانت كلها محكمة الإغلاق. ظننت أن العاصفة عطلت جهاز التدفئة أو شيء من هذا القبيل، ولم أفكر في الأمر كثيرا. كان هذا تفسيرا مقبولا بالنسبة لي آنذاك، وكنت مرهقا للغاية فلم أتمكن من التفكير أكثر. صعدت إلى غرفتي مستعدا لأزحف إلى السرير وأنسى الأمر. عندما وصلت إلى غرفتي أدركت مدى سوء العاصفة. غرفة المعيشة لدينا تقع في وسط المنزل، لذا لم أكن أسمع العاصفة جيدا من هناك، لكن نافذة غرفتي الخارجية الكبيرة جعلتني أسمع كل شيء. المطر كان يضرب الزجاج بقوة وكأنه يحاول الدخول، وكل دقيقة أو نحو ذلك كان هناك وميض برق يليه صوت رعد يصم الآذان. لم أكن أخاف العواصف في ذلك الوقت، لكنني تذكرت أنني كنت قلقا من أن تسقط شجرة على المنزل، وهذا على الأرجح ما جعل من الصعب علي النوم مجددا، رغم أنني كنت مرهقا جدا قبل 20 دقيقة فقط. وأنا مستلق أحاول النوم بدأت أسمع أصواتا غريبة، أصوات صرير بين الحين والآخر، وكأن الخشب يتحرك. المشكلة أن الأرضية كانت مغطاة بالسجاد، لذا لم يكن الصوت آتيا من غرفتي. في البداية ظننت أنه صوت شجرة تتمايل بفعل الرياح، لكن الصوت لم يكن مناسبا لذلك. حتى وأنا صغير كنت أعرف الأصوات المعتادة للعواصف، وهذا لم يكن من بينها. بدأ الصوت يزعجني بعد فترة. لسبب ما لم تكن العاصفة ما يمنعني من النوم، بل ذلك الصوت الغبي. لم أستطع تحمله أكثر. جلست ونظرت حول الغرفة، لست متأكدا مما أبحث عنه. ركزت سمعي محاولا تجاهل صوت العاصفة والتركيز على الصرير. وميض البرق أضاء الغرفة بالكامل. كل شيء بدا طبيعيا، لكن عيني توجهتا مباشرة إلى الشيء الخشبي الوحيد في الغرفة: خزانة الملابس. عادت الغرفة إلى الظلام،
وبقيت جالسا في مكاني بلا حراك. بعد حوالي دقيقة وميض آخر من البرق أنار الغرفة للحظة، وفي تلك اللحظة رأيت شيئا جعلني أختنق. باب الخزانة كان مواربا قليلا، وأنا متأكد 100% أنه كان مغلقا من قبل. شيء ما فتحه. كان هناك شيء ما في غرفتي. لم أصرخ، لم أتكلم، لم أفكر حتى. فقط خرجت من السرير بهدوء قدر الإمكان، وخرجت من الغرفة. تلك الخطوات من السرير إلى الباب كانت كأنني أقطع رحلة طولها 500 ميل في 5 سنوات. نزلت فورا إلى الطابق السفلي واختبأت تحت طاولة الطعام. هناك فقط بدأت أبكي. لم أعرف ما الذي يجب علي فعله. كان هناك شخص في بيتي، في غرفتي، ووالداي بعيدان جدا لمساعدتي. لا أعرف كم من الوقت بقيت مختبئا تحت الطاولة، لكن في لحظة ما سمعت خطوات تقترب من السلالم. حبست أنفاسي، مدركا أن أي صوت قد يصدر مني قد ينهي حياتي. لم تكن خطوات عادية. بدا وكأن من ينزل يركض أو يتقافز على الدرج. الخطوات اقتربت أكثر. كانت تتجه مباشرة إلى طاولة الطعام، كأنها تعرف أنني هناك. لا أستطيع أن أصف لك مدى خوفي. كنت مقتنعا أنني سأموت. ثم رأيتهم من تحت الطاولة. لم أتمكن من رؤية الجزء العلوي من جسدهم، فقط القدمين العاريتين. رجلان قذرتان مبتلتان ومغطاتان بالطين بلون مائل للصفرة. لم أتمكن من تحديد ما إذا كانت أقدام رجل أو امرأة. هكذا كانا مقززين ومشوهين. كانت هناك جروح في كل مكان، كأنهم تدحرجوا في شجيرة مليئة بالأشواك، وكانوا يترنحون وكأنهم غير قادرين على الوقوف بثبات. وفجأة سقط منهم شيء. كان مفتاح ربط، مفتاح إنجليزي. ارتطم بالأرض وأحدث صوتا مزعجا، وأقسم أنني استجمعت كل قوتي لأمنع نفسي من الصراخ. لو انحنى الشخص لالتقاط المفتاح كان سيراني بلا شك. بعيون متسعة راقبت ذلك الشخص واقفا بلا حركة، لا يلتقط المفتاح ولا يبتعد. شعرت وكأنها مواجهة، وأي حركة خاطئة قد تكون نهايتي. وأخيرا بدأ الشخص بالابتعاد، ولم أعد أراه. سمعت خطواته الفوضوية تتنقل في الطابق السفلي وكأنها تدوم للأبد. ثم أخيرا سمع صوت الباب الأمامي يفتح ثم يغلق. لقد غادر. بقيت تحت الطاولة وقتا طويلا بعد ذلك. جزء من السبب كان الخوف، والجزء الآخر هو ما لا أستطيع وصفه إلا بأنه صدمة. أتذكر فقط أنني كنت في حالة من الهلع والارتباك. كنت في سن أفهم فيه مدى خطورة الموقف، لكنني لم أكن كبيرا بما يكفي لأعرف كيف أتعامل معه. باقي الليلة كان ضبابيا. التقطت مفتاح الربط عن الأرض. لم أرد من والدي أن يروه. وفي صباح اليوم التالي، بعد أن تأكدت من أن الباب الأمامي مغلق، صعدت إلى غرفتي، زحفت إلى السرير ونمت. كل شيء عاد إلى طبيعته بعد ذلك لسبب ما، لكنني كنت مرعوبا من إخبار والدي. لم أردهم أن يعرفوا أنني لم أغلق الأبواب ونفذت تعليماتهم، لذا احتفظت بكل شيء لنفسي. لم أخبرهم بالقصة إلا بعد سنوات، واحتجت بعض الوقت لإقناعهم بأنها حقيقية. والآن بعد أن أتذكر، فإن عدم إخباري لهم فور حدوث الأمر كان قرارا سيئا، لأن الوقت قد مر ولم يعد بالإمكان فعل شيء. ولأكون صادقا، هذه التجربة سببت لي صدمة طوال طفولتي. نمت على ضوء ليلي منذ ذلك الحين، وطورت خوفا من الظلام استمر لفترة طويلة. لا أزال أجد صعوبة في شرح ما حدث في تلك الليلة، لكنني تعلمت درسي. أغلق أبواب